بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلمتين محشورين في زوري. حابب ان انا افضفض معاكم بيهم. انا اولا ليا عظيم الشرف ووسام على صدري ان انا اكون خادم ليكم، او ان انا ارعى مصالحكم، او ان انا اتكلم او انوب او امثلكم او اتكلم باسمكم في اي مكان. ده شرف عظيم ليا، وربنا يقدرني واكون عند حسن ظن كل واحد حط في باله فكره ان هو بيحب شيبة عبد العال او بينتمي لشيبة عبد العال. ده شرف عظيم ليا طبعا. وانا فخور بذلك. الكلمتين اللي هتكلم فيهم، انا مش مطلوب مني يا جماعة الخير ان انا البس لكم بدلة رقص، ولا مطلوب مني ان انا اغني لكم زي عمر كمال ولا شاكوش ولا حمو بيكا ولا العيال ولا كزبرة ولا الشباب اللي طالع ده اللي بيغني. انا بقدم ليك حاجات مفيدة ليك انت على ارض الواقع. بتكلم باسمك. انا علي قضايا بسببك، علي قضايا في المحاكم بسببك. عارفين يعني ايه علي قضايا بسببك؟ بسبب ان انا بتكلم عنك، وكتير بيحاربني وكتير بيقف ضدي وكتير بأقسم بالله العلي العظيم بشوف بلاوي. بص، عاوزين يدمروني وبفضل الله مش عارفين، لان انا راجل كده وماشي كده، لا بتاع مخدرات ولا بتاع سلاح ولا بتاع اثار ولا بتاع مخدرات ولا بتاع ان انا صبعت على الدرس حد. ماشي بما يرضي الله، مش مخاف من حد. فانت كمواطن المفروض تساعدني، المفروض تقف جنبي، المفروض تدعمني. اتفاعل على الصفحة. خايف من مين؟ اما تجامل مين؟ طب هو عمل لك ايه عشان انت اما تجامله؟ طلعك من المركز؟ راح عند حتة ظابط بدبورة من دور عيالنا، راح عند، طب ما تمشي عدل ومالكش دعوه بالظابط. عملت مخالفة تبع مجلس المدينة ولا التموين ولا امشي عدل، امشي عدل وانت مش هتحتاج له. يا حبيبي انتوا فاهمين مجلس الشعب غلط. مجلس الشعب ده اتعمل لسن وتشريع القوانين، مش عشان خاطر انه يروح يطلعك من المركز ولا يروح يشيل لك مخالفة من مجلس المدينة ولا يروح يشيل لك مخالفة تبع التموين. مش هو ده مجلس الشعب. مجلس الشعب ده المفروض يحميك مش يضرك. اديكم شايفين الاسعار فين، اديكم شايفين اللي احنا فيه والوضع اللي احنا فيه. بسبب مين؟ ما هو بسببك انت. ساكت ليه؟ قول حق، قول الحق، بس قول الحق في النصب اللي احنا بنتكلم فيه. ما تاخدش في حاجات تانية. احنا ملناش دعوه بالدوله ولا لنا دعوه بالسياسه، ولا احنا بنتكلم في ان انا كمواطن عاوز اعيش بس. ما تقعدش تخرم وتخش في حاجات تانية احنا مش هنقدر عليها. انتوا طبعا فاهمين انا بقول ايه. فارجوكم شويه ساعدونا عشان نبقى، يعني انا اقسم بالله العلي العظيم وعز الجلاله بيجي لي احباط ان انا مش ببقى عايز اتكلم خالص من القرف اللي انا شايفه. انزل بوست ولا اتكلم عن حاجه، تلاقي واحد من النواب ولا واحد من مسؤولين مجلس المدينه ولا التموين ولا عنده 1000 مطبلات ومنافق، اما يطبل له ويرقص له. طب اما يعمل لك ايه؟ وانت اما تتكلم في صالحه وما تتكلم لمصلحته هو انا ما اعمل حاجه ليا؟ انا ما اعمل حاجه ليا؟ هتقولي موظف في البلد في ضيروته عامه او في عصوته عامه انا طلبت منه طلب شخصي ليا انا كشيبت، انا بعمل ليك انت. وعلى فكره اقسم برب العزه قلتها لكم من اول يوم نزلت فيه لمجلس الشعب او ترشحت فيه لمجلس الشعب، قلت لكم انا مش فارق معايا بنائب ولا فارق معايا الموضوع اساسا. انا بتكلم باسمك انت وعاوز اعمل ليك انت. فانت ساعدني على الحته دي. انتوا ليه عاوزين تتعبوا الواحد؟ ليه عاوزين ان انا اقعد اتكلم معكم كل شويه تابعوا واعملوا وتفاعلوا على الصفحه والكلام ده كله؟ مش هينفع. عشان خاطر ربنا ساعدونا شويه عشان نعرف نساعدكم. انا بصراحه اتضايقت والله. الموظف لما يشوف 1000 شخص على الصفحه ولا 2000 ولا 3 ولا 10 متفاعلين وبيقولوا رأيهم على الصفحة هيخاف منك
وهيعمل لك 1000 حساب. انا كده كده عشان اجيبها لك على بلاطه، مش ليا انا، الموظفين عارفين مين شايبة عبد العال، وكله اما يتلاشاني، كله اما يتلاشاني عشان لما اتكلم في الصح. اي واحد هيغلط هلبه، مش هم خاف من حد غير من ربنا سبحانه وتعالى في الحق. تمام؟ فانا بعمل ليك انت وعشان خاطرك انت، فهتساعدني اعمل لك، مش هتساعدني خلاص اقفل صفحاتي وانسحب من موضوع مجلس الشعب ده خالص، واقعد في بيتي وارتاح واكل واشرب واتهنى. انا مش هم مرتاح والله ما اعرف انام عشان خاطركم انتم. انا في ناس بترن عليا الفجر الساعه 3 والساعه 2 بالليل عشان عايز مصلحه ولا عاوز ولا عاوز ولا عاوز. طب النواب دي بتعمل ايه؟ ولا الموظفين اللي بياخدوا رواتب من الدوله بتعمل ايه؟ جزمتك فوق راسي من فوق واخدمك، بس انت ساعدني، انت مش مساعدني. عليا الطلاق زي ما حلفوها، عليا الطلاق. اللي بيطلب مني طلب ما بيعلق لي على الصفحه، اللي بيطلب مني طلب عشان خاطر اخدمه ولا اعمل له بيبقى بيطبل ويرقص عند النواب التانيين ولا عند المسؤولين هناك، وما بيهون عليه حتى يعمل لي لايك على الصفحه، وكل واحد عارف روحه. وفي ناس كتير كلمتني عليا الطلاق احنا هندعمك، وعليا الطلاق هنعلق لك وهنعمل لك لوحات وكلام كتير وعجن كتير، وخدمت ناس كتير ولا شفتهم. كانوا اما يطبلوا ويرقصوا قدام اللجان ايام الانتخابات وشفتهم بعينيا، واقدر اقولهم لكم بالاسم في الكره. ساعدوني عشان اساعدكم. تحياتي لكل شخص محترم حر، لكل راجل ابن اصول ابن ناس محترم مش اما يخاف من حد، بيحب الحق، وراجل حر من بيت حر. شكرا.